وباش نتكلم بشكل واضح، إلا كنا اليوم بغينا نديرو تقييم للتحكيم الأفريقي ونديرو ونوضعوا الأمور ونخضعوها للنقاش، ما عندي حتى إشكال، ولكن نفتحوا النقاش ونشوفوا شكون اللي هذه 20 سنة هو تيستفد بالألقاب، سواء القارية أو يعني نتاع الأندية، لأنني لا أعتقد بأنه شي جامعة كتسخر ولا كتشتغل في الكواليس نتاع التحكيم باش أنها تخسر. أنا اللي في علمي أنه اللي ربحوا ماشي هما المغرب، هذه 20 سنة ما هو لا الفريق الوطني في مختلف الفئات السنية ولا الأندية الوطنية. هذه 20 سنة نشوفوا شكون اللي ترأس لجنة التحكيم، وأنا نقول لك شكون اللي ترأسها اليوم يترأسها السي وبيري من جيبوتي، قبل ترأسها السي طارق بوشماوي من تونس، وقبل ترأسها الإخوان المصريين، وهذا دون الخوض والحديث عن الناس الذين يشتغلون داخل كل الأجهزة المدبرة لكرة القدم الأفريقية. أنا اللي طالبت باش الفار يطبق بصورة شاملة وتلقائية لكل اللقاءات الرسمية، سواء تعلق الأمر بالمنتخبات الوطنية أو بالأندية. وأنا ما زلت أتشبت وأقول له ولغيره أنني كنت وراء استعمال الفار، ولكن اللي بغى يعطينا الدروس ما خصوش يقبل الأخطاء التي تسمح بكرات تعدت خط المرمى بالأمتار، وبفضل هذه الأخطاء تأهل. ما يجيش يعطينا الدروس ولا يعطينا الموعظة على أي. أنا قلت لك ولن أسمع، وقلتها وسأقولها: مرحبا بالجمهور المصري العربي الشقيق في بلده الثاني المغرب الذين لا يحتاجون إلى أحد للتذكير بتاريخهم الذي يمتد لأكثر من 14 قرن من الحفاوة وكرم الضيافة والتاريخ والمشاركة في الحضارة الإنسانية بفعال. ولكن في